الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحملتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة مقاعدا إن شاء الله. أهلا وسهلا بالمشايخ الكرام، بالأسرة الإعلامية، بأولياء الأمور، بالضيوف الكرام. شعور كما مثل ما يقولون هو طائر محلق في السماء، لكن بإذن الله في جنان عند الله. هذه الجمعية ليست جمعية فقط، بل هي بيت ثاني، هي عائلة احتوت وأبت إلا أن تشاركنا هذه الفرحة. كادت تكون فرحتها أكبر من فرحتي، وهذا لا يكون إلا صدقا في المشاعر. تكريم كان بين ماذا عسى أن أقول، هو بين عائلتي البيولوجية وعائلتي التي أنجبها المجتمع وأنجبتها الحياة. أقول يا رب ارزق جمعية دروب الخير، وارزق منها ووفقها وسدد خطاها، وبارك في أعضائها وفي رئيسها أقول ثاني لأستاذتي وزميلتي وصديقتي في الميدان الجمعوي رانيا بن موسى. أسأل الله لك التوفيق والسداد في حياتك، اللهم اشرح صدرها ويسر أمرها واحلل عقدة من لسانها. كانت نعم الأستاذة ونعم الأخت التي أنجبتها الحياة. أقول لكم شكرا وبارك الله فيكم. رسول الله لا يرضيك هذا الحال للعرب، ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب. الحمد لله رب العالمين. يعني كما تعرفون وكما تشاهدون دائما في قنوات الإعلام، جمعية دروب الخير سباقة دائما للخير، ولكن هذا العرس ليس كأيها الأعراس السابقين، هذا عرس القرآن، هذا عرسنا جميعا، هذا عرس الجزائر دائما. اليوم هذا العرس كان على شرف خاتمتين لكتاب الله الحمد لله، وكذلك كان على شرف تكريم الحافظين السابقين في الجمعية، وكذلك على شرف طلبة العلم ألا وهم طلبة الماستر وطلبة ليسونس، وكذلك الحدث الأكبر هم ناجحين في شهادة البكالوريا الحمد لله، تقريبا 2 أو 3 حصلوا على نتائج متميزة جدا. هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حبينا من هذه الاحتفالية نوجه رسالة، نوجه للأبناء للأولياء، نقول لهم ما زالت الجزائر بخير، ما زالت ولاية الواد كما عهدتموها ولاية الحافظ وألف حافظ. نعم، هذه هي ولاية وادي سوف بشبابها وبرجالها. دامت الجزائر شامخة، دام الخير ودام العطاء دوما، ودمتم ودام الخير كذلك.